اهلا بكم في فيديو جديد معكم مارو في الحلقه الثانيه من النقاش بيننا وبين بعضينا. طيب، في الحلقه دي انا هتكلم فيها عن الدراسه في امريكا بكل تفاصيلها والمعادلات وكل الكلام دوت. تمام، وبرضه هديك نصيحتي فيها ايه بما اني انا طالب وخلاص على ابواب التخرج ودي اخر سنه ليا في الجامعه. فمتنساش تعمل لايك سبسكرايب واشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتعمل لي فولو على انستجرام وتبعت لي اذا عندك سؤال. يلا بينا نبدا فيديو من غير كلام كتير. طيب، موضوع الدراسه في امريكا الموضوع معقد تماما، وانا شرحته كذا مره بس لسه في نقطه انا برضه هشرحه لي المره المليون وعادي ما عنديش اي مشكله، بس المره دي هحاول ابسط اكتر. في نوعين من الدراسه في امريكا او في كذا نوع زي عندنا في بلادنا، اللي هو ايه، في اللي بيدرس في جامعه عاديه، في اللي بيدرس في كوميونتي كوليدج، في اللي بيدرس في شهادات اللي هي بتطلع في شهر ولا شهرين ولا سنه اللي هي اسمها سيرتيفيكت. تمام، فانت بتشوف انت عايز انهي نوع من الثلاثه ولا الاثنين ولا الاربعه ايا كان. طيب، انت حددت النوع اللي انت عايزه، تقول لي طب انت فهمنا بس الاول الانواع دي بتحدد بناء على ايه؟ تعال انا اقول لك بتحدد بناء على ايه. كلهم واحد، مش زي في مصر عندنا اللي مش شهاده متوسطه ومش اللي شهاده كذا كذا كذا، لا. في امريكا الموضوع كله واحد. تمام، انت والله لو انت مثلا بتحب الحرف، تاني لو انت بتحب الحرف، نجار، خياط، حلاق، بتحب الطبيات، بتحب السمكره، بتحب السباكه، بتحب مش عارف ايه، كل المهن الحرفيه دي في امريكا بيعملوا فلوس. تمام، تاني كل المهن دي في امريكا بيعملوا فلوس. اوكي، بس عشان انت تعمل ده لازم تدرس بقى سنه او سنتين، تعمل حاجه اسمها سيرتيفيكت دي بفلوس او بفلوس، مفيش حاجه في امريكا ببلاش. فانت لما بتعمل سيرتيفيكت دي بتخشها. بص، من الاخر الموضوع كله سهل. اي حد ركز كده معايا، اي حد هيقول لك ان الموضوع صعب كذاب. تمام، تاني اي حد هيقول لك ان الموضوع صعب كذاب. اوكي، المهم فانت لما تيجي تعمل سيرتيفيكيت اللي هي الشهاده بتاعتك بتاخد سنه ولا سنتين مثلا، يعني اديك مثال، ما اعرفش سعرها كام بس بقول لك افريج يعني $30,000. تقول لي ايه ده $30,000؟ ايه ده بس وصلي على النبي، مش عايزك تتخض. ال $30,000 دي مش هتدفعهم كاش. تمام، انت تعمل ايه؟ انت دخلت الجامعه دي اللي هي الحرفه، هتعلمك ايه الحرفه ديت. بعد سنه ولا سنتين اتخرجت، خدت شهاده في ايدك. تمام، تبتدي تشتغل. تمام، هيقول لك طب انت عليك $30,000 بتاع الشهاده، قسط بقى ايه من قبضك. تمام، انت مثلا على سبيل المثال، تمام، ال 30,000 ولا ال 40,000 دي، تمام، عايز تدفعهم مثلا على سنتين 3 4 5 6 7 8. تمام، ايا كان دي انت حريتك تدرسها. هم بيدوك اوبشنز يعني على سنه 10 سنين 20 سنه 30 سنه. انا اعرف حد يبقى شهادته على 30 سنه وهي سعرها $50,000 عادي. هتلاقي ان قسط الشهاده ديت دخل في $300 بس، $200 بس، في حين ان انت بحرفتك بتعمل لك حوالي $45,000 مثلا ولا حاجه. حرفيا انا اعرف تكنيشن بيعمل، تكنيشن ده اللي هو فني بيصلح مثلا الكهرباء والكلام دوت، اقسم بالله العظيم ثلاثه السالري بتاعه $45,000 في الشهر. تمام، بس هو جامد جدا يعني، هو عمل مش شهاده واحده، هو عمل شهادات فبقى عنده شركه وبقى جامد جدا. بس انا بقول لك يعني بص وصل لفين، $45,000، هو اصلا مش بلده. تمام، عشان كده انا جاي اشجعك اقول لك والله اللي بيقول لك ان الموضوع صعب هو مش صعب خالص. فانت نركب بقى موضوع الشهاده المتوسطه، في بقى ايه الكوميونتي كولج والكولج نفسها والكلام دوت. بص يا سيدي، انت بتخش كوميونتي كولج. الكوميونتي كولج دي بيعملوا لك امتحانين انجلش وماس، بيحددوا مستواك في الانجليش وبيحددوا مستواك في الماس. تمام، وهم يحددوا مستواكين بناء عليها بيقولوا لك والله انت تخش في الماس مثلا يعني ليفل 5، وفي الانجليش هتخش ليفل 7 مثلا يعني. تمام، وبتبتدي تاخد المادتين دول اساسيين معاك في الكوميونتي كولج لحد ما تخلص الكوميونتي كولج اللي هي سنتين او 3 مثلا. اوكي، فانت خلال السنتين والتلاته دول بتحدد الميجور بتاعك. ايه هو الميجور دي؟ اللي هي كليه، ايه هي الكليه اللي هتختارها مثلا يعني. انت عايز تخش كليه طب مثلا على سبيل المثال، كليه الطب ديت 7 سنين، فانت في السبع سنين دي هتاخد منهم سنتين او 3 في الكوميونتي كولج، وتعمل حاجه اسمها ترانسفير، تحويل من الكوميونتي كولج لليونيفرستي اللي هي كبيره خالص، وتاخد باقي السبع سنين اللي هم 4 سنين. يبقى انت 3 سنين كوميونتي ودخلت على 4 سنين يونيفرستي. فانت بتدرس هنا مواد على سبيل المثال مش زي عندنا في بلادنا اللي هو العربي والانجليش والرياضه والجغرافيا والتاريخ والاحياء والجيولوجيا، دول مواد بندرسها بس في المدرسه، صح؟ نو، هنا بقى بيدرسوا المواد دي في الجامعه برضو. ايوه زي ما انت سامع كده في الجامعه، فما تتخضش يعني عادي. تمام، فانت دي اسمها مواد اساسيه. ففي مواد اساسيه اللي هم زي ما قلت لك الجغرافيا والتاريخ والحاجات ديت، بلس المواد الميجور بتاعك اللي هي الكليه اللي انت اخترتها. فدول بيتحطوا مع بعضهم كده وانت بتختار تختار. فانت بتقعد مع حد اسمه كونسلر. الكونسلر ده يعني زي ما تقول ايه، معيد الكليه. انا معيد الكليه بتاعت الطب.
وانت جاي لي طالب بقول لك اسميك مثلا احمد، يا احمد انت عايز تدرس ايه يا احمد؟ انا عايز ادرس طب والله يا دكتور. طيب يا احمد الطب دي يا حبيبي هتاخد منك 7 سنين. في ال7 سنين دي انت عندك مثلا على سبيل المثال عندك 50 ماده. ال 50 ماده دي بعيدة عن الانجليش والماس والجيولوجيا والجغرافيا والتاريخ، فانت بالمواد دي كلها بقى معاك 70 ماده. ال 70 ماده دي يا احمد تحب تدرس ايه كده؟ تقول لي ايه ده بجد؟ اقول لك اه والله العظيم. فاحمد هيروح يقول لي ايه، والله انا عايز مثلا، انا مثلا كمعيد هقول له والله بص انت عندك في السنه 3 ترمات مثلا، تمام؟ بس عاده هم ترمين، عايز تاخد في السمر اللي هو في النص الترم ده مفيش مشكله، عايز تاخد في الوينتر المهم خد في الترم اللي انت عايزه، تمام؟ طيب والله يا احمد في الكام ترم دول، تمام، عايز تاخد فيهم كام ماده؟ احمد يقول لي مثلا والله انا عايز اخد في كل ترم 5 مواد، يعني مثلا في السنه الواحده 15 ماده، فقسم بقى ال 15 ماده دي اطرحهم من 70 فدي تبقى عدد سنينك. فهمتني؟ طيب انت دلوقتي اخدت المواد، هتاخد المواد دي ايه؟ ميكس، تاخد مثلا يعني جغرافيا وتاريخ مع مواد من الطب، الترم اللي بعديه بتاخد مثلا جيولوجيا مش عارف ايه مع مواد من الطب، انجليش والماس اللي هم اساسيين عليك في الاول مع كده، تبقى تنوع لحد ما تمشي. دي حاجه انا عايشها دلوقتي وبدرسها، فانا عارف، انا صدقوني طبعا مش بدرس طب، اقصد ان انا عملت كده، تمام؟ ف تيجي بقى تدرس لحد ما تخلص المواد بقى تلاقي ايه على الموقع كده بيقول لك بقى ناقص لك كام ماده، ناقص لك كام ماده. انت اللي بتختار المواد اللي انت عايزها. انت لو مهيأ ذهنيا ان انت تاخد 7 مواد خد 7 مواد، عايز مادتين خد مادتين. طيب تقول لي طب يا عمر نرجع للمهم، الموضوع المهم الفلوس، تمام؟ اقول لك بص يا سيدي، الفلوس هيقول لك والله العظيم جامعتك دي زي ما انا مثلا جامعتي دي مكلفاني 45000 دولار او 50000 دولار، تمام؟ تقول لي يا لهوي ده مبلغ كبير قوي. اقول لك يا عم استنى بس، تدفعهم على 30 سنه 20 سنه ايا كان السنين، يعني على حسب الجامعه تقول لك ايه، او على حسب الفاينانشال ايد. تقول لي ايه هو الفاينانشال ايد دوت؟ الفاينانشال ايد دي المنظمه اللي تدفع للجامعه الفلوس بتاعتك. يعني في منظمه انت بتقدم عليها اسمها فاينانشال ايد، تمام؟ تقول لهم والله انا قدمت في الجامعه الفلانيه على كذا 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 كذا. تقول لي طب المنظمه دي اروحها ازاي؟ المنظمه دي ليها مكتب في كل جامعه، كل جامعه ليها مكتب اسمه مكتب الفاينانشال ايد. فانت بتروح الجامعه دي وتدور على المكتب دوت وتروح تقول لهم انا عايز اقدم على كذا كذا في الجامعه بتاعتنا. يقول لك اوكي قدم، تستنى كام شهر يجي لك الموافقه مش عارف ايه، تبتدي تدرس. الفاينانشال ايد دول ماشي هيكفروا لك ال 50000 دولار دول، يعني هم هيدفعوا من الجامعه ال 50000 دولار دي، وانت تدفعهم للفاينانشال ايد ديت تاني بعد بقى ايه، كل شهر مثلا 300 دولار 200 دولار 700 دولار على حسب اللي انت اريح لك. في ناس بتاخدها ببلاش، هشرحها في الاخر ازاي ان تاخد الجامعه ببلاش، بس خلينا نركز في الاول. انت خلاص الجامعه دي الفاينانشال ايد دفع لك 50000 70000 دولار، وانت في الفتره الزمنيه دي بتدرس فيها. انت بقى في الفتره الزمنيه ديت المفروض بتشتغل فيها. المهم انت اتخرجت من الجامعه، بعد ما تتخرج تبتدي بقى تشتغل وتتعلم ولا بلا بلا ومش عارف ايه والكلام ده كله. فاينانشال ايد يقول لك يا فلان انت عليك لون كارد ب 70000 دولار ولا 50000 دولار للجامعه اللي انت درستها، تمام؟ هنا بقى ازاي تاخدها ببلاش؟ لو انت لو انكم، يعني ايه لو انكم؟ يعني انت تحت خط الفقر، يعني من الاخر مثلا بتعمل لك فلوس على قدك، ما بتشتغلش لسه بشهادتك، لسه اتخرجت وما اشتغلتش بشهادتك او وعليك ديون بقى وعليك اقساط بيت وعليك ولا تقدم ليهم والله العظيم انا لو انكم، تمام؟ ممكن 50% يشيلوا لك الفلوس دي، ما يحطكش عليك فلوس خالص. مش كله بيسلك فيها، او يقول لك بقى طب بص انت تدفع 200 دولار كل شهر، 100 دولار كل شهر. انا والله في حد بيدفع 50 دولار في كل شهر عادي يعني، تمام؟ لحد 30 سنه بقى 50 سنه، المهم يعني انت تدفع في الكارد ده طول حياتك، تمام؟ تقول لي وانا ادفع الكارد ده طول حياتي ليه؟ ما هو انت العائد اللي انت هيجي لك من شهاده الطب ديت مثلا الوفات الدولارات. يعني انا اعرف ان هنا في حد شغال ممرضه او واحده شغاله ممرضه، تمام؟ الممرضه دي بتعمل لها 35 دولار في الساعه وهي لسه بادئه. بكلمك في 35 دولار في الساعه. في بني ادم بيشتغل في الجيز ستيشن زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت ب 17 دولار، 17 دولار في الساعه. ده بياخد 35 دولار في الساعه، لا ويشتغل اوفر تايم ويشتغل 12 ساعه وبيعمل واسمه دكتور، تمام؟ فده الموضوع بتاع الدراسه. هتقول لي طب انا اختار دي ولا اختار دي ولا اختار دي؟ يعني اختار السيرتيفيكيت اللي هي الحرفه ولا اختار دي؟ دي بناء عليها انت تقرر. انت جاي امريكا عندك حرفه، خش في موضوع الحرف وانجز حالك، خد سنه سنتين وخد لك الشهادات ديت وظبط حالك وعيش. انت نفسك تخش حاجه معينه، كليه معينه، هندسه طب ايا كان، روح. تاني انت اللي بتحدد. بلاش تغلط غلطتك اللي في مصر تخش طب بقى وصيدله عشان انت بس عايز اسمك دكتور او اسمك مهندس، عشان هنا طب وصيدله والكلام ده مش بالساهل، وبغير ان هي مش بالساهل عايزه انجليش جامد جدا وحاجات كتيره جدا. الفيديو الجاي ان شاء الله هحاول اكلمكم فيه عن اللغه،
عشان يبقى دي تالت حلقة، وإن شاء الله مستمرين في تنزيل الفيديوهات. المهم متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتعمل لي فولو على الانستجرام. و see you guys next video. سلام.